الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل عليكم يا حبايب قلب زوزو، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. خلاص ايام بسيطه وشهر الخير هيهل علينا. بنعمل استعدادات لشهر رمضان. طبعا احنا بنعمل الاستعدادات ده في قلب البيت وتنظيف وفرش، بهجه للولاد وبهجه لينا، وبتحسوا بفرحه الشهر اللي داخل علينا. تمام؟ طبعا كل الافكار اللي احنا بنعملها في الفيديوهات ديت تشجعكم ان انتوا تقوموا تعملوها دلوقتي، وشهر رمضان يبقى للذكر وللعباده وللصلاه وصله الرحم والكلمه الطيبه وقراءه القران، نعوض الايام اللي فاتت من السنه دي كلها ونعمل كل الخير في الشهر اللي احنا فيه ده. ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ويا رب اديكم الصحه وطولة العمر وتفرحوا دايما باولادكم، وجعلكم يا رب من الناجحين والفالحين، وجعلوا شهر خير علينا يا رب وما ينقص حد منكم. طبعا احنا واخدين الترتيبات كده معاكم واحده واحده. مسكنا الشقه نظفنا المطبخ، كل ده عملناه مع بعض. جه الدور بقى الاساسي اللي بيبقى كل ملهوف عليها في شهر رمضان، اللي هي ايه يا زوزو؟ البهارات بتاعت الوصفات الجميله بتاعتنا وبتاع العزومات، واللي بتدي طعم حلو كده لمين؟ للاكلات بتاعتنا. وروايح البهارات ديت بصراحه بتبقى عاطيه شغل جامد في شهر الخير والعزومات والاكل. هتقولي في عزومات يا زاهيه بصلة المحبه خروف. لو هتعزمي على حاجه بسيطه، الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان بيقول اكل واحد ياكل 2، واكل 2 ياكل 4، واكل 4 ياكل 8. في البركه في التجمع يا حبايب قلبي، ولقمه هنيه وبكف 100. حطوا لايك للفيديو وشير كتير، وتعالوا ما نشوف نعمل الدقه بتاعتنا ونعمل البهارات بتاعتنا. النهارده الفيديو كله عن البهارات وعن الترتيبات وعن الحلاوه اللي هنعملها في الفيديو. بس بالصلاه على النبي كده حطوا لايك، ما تبخلوش على زوزو باللايك. والله انا ضغط واطي جدا، وقلت لا لازم انا اقوم اعمل معاكم فيديو اتنشط معاكم، وكمان نشوف احنا هنعمل ايه. بالصلاه على النبي هتحط لايك، ويلا تعالي كده هنشوف هنعمل ايه يا حبيبه قلبي. حبايب قلبي، في المشتريات اللي انا كنت شارياها معاكم في المنصوره كنت جايبه العلب بتاعه البهارات دي. طبعا انا عندي طقم بهارات اللي هو الصيني، بصراحه ما لقيتوش عملي معايا وبيتبادل، هو شكل وزينه للعرايس، بس احنا بنبقى عايزين حاجات عمليه. فالحاجات ديت رخيصه وشكلها حلو، ممكن نستعملها فتره، ولو حابه تستغنى عنها بتستغنى عنها خالص يعني. تمام؟ انا كان عندي العلب اللي زي دي، بس من كتر الاستعمال طبعا لونها ايه بيتغير، فانا جبت كان 12 واحده. كنت جايبه الثلاث علب من دول ب 10 جنيه، ب 20 جنيه يا رب عشان ما ابقاش كدابه. وهنبدا بقى نحط فيهم البهارات. انا عندي هنا كمون، ومعايا هنا كزبره، الحاجات دي كلها كنت انا جايباها برده معاكم، ومعايا فلفل اسود حسبه، ومعايا هنا بهارات مشكله، ومعايا ثوم بودر، بصل بودر، وفلفل اسود، وزعتر، وزهره. المهم هنشوف هنعمل ايه يا حبايب قلبي، ونعمل الدقه بتاعتنا ازاي. دول كده جداد هخلوهم كده بالعلب الجديده ده اهي كده اهو. ومعايا هنا عصفر، ومعايا هنا لورا، وكمان الحاجات دي كلها كده، وقرفه، وهنا الحبهان وحبهان اهو. هبدا اعمل ايه بقى؟ هشوف العلب اللي انا محتاجاها والعلب الكل اهو. طبعا دي كده الثوم البودر والبصل البودر مشكلته ان هو ايه يا ولاد؟ بيتجمد. هجيب معلقه وارجع لكم تاني. اقول لكم في الاول خالص، تعالوا استنوا اما نشوف اقول لكم هنعمل ايه. خلوا العلب دي كده لوحدها كده اهي. انا والله بادئه معاك الفيديو من غير ترتيب خالص، ومش مرتبه حاجه في دماغي، فزي ما الحاجه تيجي في دماغنا هنعملها. هعمل ايه في الاول خالص كده يا ولاد؟ يا الله يا الله يا الله، استنوا كده يا ولاد، استنوا. يا رب يا الله يا رب يا ربنا، لا بلاش. هنجيب طبق. هنعمل مع بعض الاول ايه؟ الدقه الفلاحي بتاعتنا بقى. الدقه بتاعتنا احنا هنعملها. معايا هنا ملح اهو. هجيب في الاول كده هعمل ايه؟ هجيب كيس ملح اهو، بسم الله بسم الله. كيس الملح اهو. الدقه هنا انا بعملها ايه بقى يا ولاد؟ انا معايا دي كيس الملح اهو، معايا هنا كمون. انا بلاقي في ناس بتعمل دقه فيها حمص وفيها حاجات كده، بصراحه انا عمري ما جربتها وما عملتهاش، بس انا بعمل لكم الدقه بتاعتنا احنا. الكمون معلقتين كده، شويه كده كمون اهو، وهنا كزبره ناشفه، كزبره خلصانه. هجيب بقى ايه؟ كزبره ناشفه من هنا كده. انا قلت اعمل لكم البهارات لاني نادر جدا لما بعمل معاكم الفيديو ده
فقلت اعمله معاكم من اوله عشان يبقى كده المطبخ تمام. معايا هنا برضو معلقه من الكزبره الناشفه. فين الشطه اهي، يعني كده ايه شويه شطه كده حلوين. انت كده عملنا الدقه دي. الدقه غير الفلفل الاسمر، الدقه ملح وكمون وكزبره ناشفه وشويه شطه. دي الدقه دي بقى بتستعملها مع البطاطس المحمره، في تتبيله السمك، في المسقعه، في البطاطس الدمعه الصينيه، حاجات كتير جدا بتنفع الدقه. يعني بقى شوفوا بقى، احنا عندنا العلب ديت مكتوب عليها شاي وتي وكافي وشوجر وحاجات من دي، تمام؟ احنا مش هنستعملها للحاجات كده. استنوا يا مؤاخذه. الشطه بعطس يا ولاد من الشطه. هنا بقى كده الدقه اهي. ممكن تشتروا الورقه ديت وتحطوا اي لزقه تاني، بس انا علشان انا عارفه هي هيكون فيها ايه، فمش هشتري حاجه ولا هلزق حاجه، هسيبها زي ما هي كده. والعلب التانيه برضو عايزه تسيبيها، عايزه تستعمليها في حاجه تانيه استعملي. انا طبعا مش هضحي بيها كلها يعني. اهي كده اهو، حطيت كده الدقه بسم الله، مش يا دوبك الكيس الملح جاب العلبه بتاعت الدقه اهي. استنوا كده برضو اهي، عشان كده انا عايزه اعمل حاجه فيها. انا حطيت صبعي في الحته المفتوحه دي عشان ما يطلعش ايه، ما تطلعش معانا ايه. شوفوا اهي. هحط بقى المعلقه بتاعتها اهي. ايه رايكم؟ دي كده الدقه. هنعمل بقى ايه؟ الفلفل الاسمر. الفلفل الاسمر ده طبعا بنحطه على البيض، بنحطه على اي حاجه طبعا. ممكن تسيبي الفلفل الاسمر زي ما هو، تحط منه على بعض لوحده وتحط الملح لوحده. لا انا بعمل زي ما انتم شايفين اهو. هنا عندنا الفلفل الاسمر اهو المطحون. عايزه تحمصي، انا عندي اهو ده بنحمصه على النار ونسيبه يهدى شويه وبنقوم ايه طحنينه في الخلاط. بس انا بجيب جاهز عشان ببقى عارفه ان هو نضيف فبجيبه. انا معايا كيس الملح وده كمان الفلفل الاسمر. معانا هنا تاني ايه يا زاهيه، هي راحت فين؟ شويه من الحبهان المطحون اهو، شويه من الحبهان المطحون اهو، واقلب كل ده كله. استنوا برضو في هنا ايه تاني يا زاهيه هنحط عليه اهو. دي بهار، لا مش عايزه البهارات دي. استنوا، انا قلت بقى اعمل لكم الفيديو ده كده زي ما انتم شايفين ايه، نجهز البهارات بتاعه شهر رمضان مع بعض. فين يا ولادك؟ والله ما انا عارفه راح فين، مش عارفه. انا كنت بدور على اللورة المطحونه يا جماعه، ما لقيتش. لو كان في لورة مطحونه بحط لها شويه صغيرين، يعني شويه ملح وفلفل اسود وحبه من الحبهان المطحون. ولو في لورة مطحونه كنت حطيت لها. تمام. برضو هعمل نفس القصه برضو كده ايه اهي. كده حبايب قفش اهو. هقوم قافلاها برضو وهقوم ايه عشان بس كله يبقى خليط. طبعا هتقولي اشمعنى ديت مش ملانه زي دي؟ احنا حاطين هنا معلقتين كبار كمون وحاطه معلقه كبيره كزبره، طبعا دي بتفرق، بس هو نفس العيار اهو. ده كده الفلفل الاسمر اللي هو بالملح اللي بحطه على اي تتبيله اهو. ممكن تخلي الملح لوحده وتخلي الفلفل الاسمر لوحده، بس انا كده انت بتحتاجي ملح وبتحتاجي فلفل اسمر. تمام اهو كده حبايب قلبي اهو. دي كده المشكله ان الفلفل الاسمر حامي برضه. معايا هنا بقى ايه يا حبايب قلبي؟ هحط هنا فين يا ولاد؟ ده كده معانا ايه البهارات اهي. بسم الله. لا والله العلب دي شكلها حلو قوي وجميله اهي. استنوا عفوا. البهارات يا ولاد عسل. انا مش عارفه عماله اعطس من الفلفل الاسمر والبهارات. هنا حبايب قلبي وده الحبهان اهو. الخير موجود والحمد لله، والله العظيم ربنا يديمها علينا نعم. طبعا ديت مش هحط لها معلقه، هعين المعلقه بتاعتها اهي. هنجيب ايه تاني يا ولاد؟ واحده يعني. انا هعبي على فكره، ان جيت ادور هتلاقوني عايزه علب كتير بصراحه.
هحط هنا ايه الزعتر اهو، ولا اخلي الزعتر في حاجه تانية؟ احنا هنخلي اهو يعني. هنا برضه هحط الكمون الخام برضه في قلب العلبه. بعوز الكمون الخام بقى لما الدقه بتاعته بتخلص، انا جايبه من كل نوع تمن 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 تمن. يعني هتقولي بخيله، لا مش بخيله، بالعكس الدقه بتبقى عايزه مكان ضلمه، وبيكون عايز جديد في جديد عشان الريحه بتاعته بتتغير. فانا بجيب تمن بتمن، لما يخلص اجيب غيره. هو مش بخل ولا حاجه، بس هو قد ما هو يكون ايه، حاجه طازه وريحتها حلوه وفريش. اهو ادي كده اهو، ودول كده اهو. شوفوا كده يا ولاد. هنجيب ايه تاني يا زوزو؟ انا هحط في دي بقى، هحط فيها الكزبره الناشفه. الله، ما يجراش حاجه، اللي هيقع ده هلمه، ما يجراش حاجه، لان هو اصلا كل اللي موجود على الرخامه ده ملح ودقه وكمون وحاجات حلوه، يعني ما هياش حاجه. والرخامه انا ماسحاها وزي العسل اهو. حاجتك في بيتك بتغنيكي، اللي تقولي هاتي يا جارتي. ما عادش، كان زمان، كنا زمان كده والله العظيم، كنا نجيب الحاجه ولما تخلص هاتي يا فلانه مثلا كوبايه زيت على ما نجيب التموين، هاتي يا فلانه كوبايه سكر على ما نجيب التموين، هاتي شويه. والله كانت بتحصل، والله كان بيحصل يا جماعه الخير والله. بس كانت الناس زمان مسامحه، دلوقتي الناس بتخبي الحاجه عن بعضيها يعني. فربنا يعين الناس. ادي كده ايه، دي الكزبره اهي تمام كده. الله اكبر الله اكبر، العزه والدم لله. اعمل ايه تاني؟ هنحط ايه هنا تاني يا ولاد؟ هنحط الثوم بودر والبصل البودر. انا عندي ثوم بودر وبصل بودر، فيا ريت ما تكتروش منه، لان من الرطوبه بيجمد في بعضه كده وبيبوظ. طبعا بقى حبايب قلبي كنت بعمل لكم الدقه طبعا. هي مش نفس اللون ليه؟ ولا نفس اللون؟ هو مطقمه مع الغسال. كده مشيت مع الغسال. هو كده جايبها مطقمه. طبعا كانت المروحه اهي بايظه. امسك كده يا ابو محمد. شايفين؟ دي اللي عملت بايظه. هو هيقول لنا على حبه نصايح للغساله ديت علشان ما بتنضفش كويس. باش مهندس بقى ايه هيقول لنا على النصايح بتاعتنا، علشان هو قال لي على حاجه دلوقتي، بيقول لي انت بتطبقي الغسيل نص تطبيقه. هل دوت اللي بيساعد على النظافه؟ اكيد طبعا. يعني ايه؟ طب انا بقول هي مش بتنظف، ايه السر بقى ان هي مش بتنظف؟ اولا وضعيه الهدوم يفضل في الغسالات التوب لودنج ان هي بتتحط نظام نص تطبيقه، وتتحط زي نظام غسل كورس الطوب، يعني مثلا قطعه كده وقطعه كده وقطعه كده وقطعه. يعني علشان اجي اغسل اقعد اعمل شكل هندسي، يفضل بحيث ان المروحه بتعمل لي نظام دوامات افقيه ان هي تتغلغل ما بين الملابس. ايوه. لكن لما اجي احط الهدوم كلهم مثلا ايه مره واحده كده تبدا الهدوم تلف على بعضها، تطلع لك الهدوم فيها تشبيحات مسحوق او تشبيحات وساخ. صح، تمام. المناطيل الجنس يفضل ان هي لما تيجي تتغسل في الغسالات ديت تتعمل على ظهرها مش على وشها. على وشها. كلام جميل كده. الله يبارك لك، انا عرفت كده الاسباب ديت بعض المعلومات. زائد كمان ان وزن الغساله كنظام دولي في الغسالات عموما، ان لما يقول لك الغساله دي وزنها 10 كيلو مثلا، يبقى 10 كيلو هدوم مبلولين مش ناشفين. اللي يقول ان هيسيب مثلا قيمه قبضه ايد او مش عارف ايه او الكلام ده ما ينفعش. ليه؟ لان عندي انواع الملابس بتختلف، ان عندي مثلا هدوم بتبقى قطنيات غير الاصواف غير البوليستر. ده بيشرب ميه بكميه وده بيشرب ميه بكميه وده بيشرب ميه بكميه. صح. فلذلك يفضل ان انت لما تيجي تحط الغسيل بتاع حضرتك تعملي زي نظام الفم زي شغل زمان. فشويه الهدوم دول لو اتبلوا ميه هيبقوا قد ايه؟ يبقوا وزنهم قد ايه؟ طب دي 18 كيلو احط؟ يبقى 18 كيلو هدوم مبلولين مش بميتهم. مبلولين يعني تقدير ويمي لكميه الهدوم اللي موجوده دي، ان انا لو جيت اشيلها يبقى وزنها 18 كيلو. 9 كيلو ناشفين. بس لو كانوا قطنيات ال9 كيلو الناشفين هيوصلوا يعني 20 او 25. لا هو بيقول لك النصايح الصح على فكره. تقدير ويمي. الغساله دي برضه المفترض ان هي تريح ما بين الدوره والثانيه من 3 ل 4 ساعات. لا مش بريحها خالص. ما انا بتكلم على هذا الاساس. انا عندي هنا حاجه اسمها مجموعه الجيربوكس او صندوق تروس. عندك العربيه لما تكون مثلا ماشي بقى مشوار طويل قوي، يقول لك هدي العربيه علشان السيور بتاعتها ترجع زي مكانها ووضعها الطبيعي والمكنه تبرد شويه. نفس الوضع عشان الموتور يبرد، الجيربوكس بتاعها يبرد من كتر الاحتكاكات اللي بتتم فيه من جوه.
عشان مره في مره لو قعدت احمل عليه كذا مره ورا بعض ممكن تضرب الجيربوكس دوت. ايوه انا غلطان. تمام. بس ليه ما بتجريش يعني؟ انا غلطانه، انا اللي غلطانه. احنا عشان نقعد اقسم بالله عرفت يا ولاد كل بندور ودور ساعتين يبقى مش هنخلص. لا على فكره عارف انا غلطانه، عارف اعمل ايه بقى؟ كل اللي الغيار يتقلع يتغسل في يوم، ما حوش. يعني الغيار الهدوم تتغسل يعني كل يوم. ما انت هتوفر غساله دلوقتي. احنا كده عرفنا الاسباب عدم النظافه بتاعه الغسيل ايه. صوت بقى بتزن بتيجي تشتغل كده بترك كده يعني. بس وهي بتيجي تعصر وهي شغاله برضه. وهي بتعصر بالذات وهي بتعصر. بسم الله الرحمن الرحيم. هي لسه هتملي ميه الاول عشان تشتغل. لا انا هديلها عصر. طب تمام. هي في العصر مش بتعمل صوت. والله انا بعملها في العصر. استنى هنسمعها اهو. الدكتور هنا اهو ادانا الوصفه، بيكتب لنا العلاج اهو. تسلم ايده. طبعا احنا بقى لسه هنكمل بقيه الشغل بتاعنا اهو. ايوه والعيال مسك، احنا لسه رمضان ما جاش للبومب، طولوا بالكم. انا حبايب قلب جه نصيب ان احنا نصور معاكم الصيانه بتاعه الغساله، وكمان حبه النصايح اللي الباشمهندس قال لنا عليهم، ده حلوين جدا جدا، وعرفنا ايه الاسباب بقى اللي ما بتخليش الغساله تنضف. تمام. وبرده بيبقى في اخطاء مننا، يعني انا كنت بكتر جدا على الغساله، ما كنتش بديلها راحه، كانت شغاله. هو من المفروض بقى كل يوم لو هتغسلي دور بدور، ما هو انا محتاسه بقى والله. بس وهي كانت بتزن زنه كبيره كده وبتنتش وهي بتغسل، عمل لها برده صيانه، شد السير بتاعه وشحنها الله يبارك له يعني. طبعا انا هنا خلصت البهارات بتاعتي، طبعا زي ما قلت لكم جايبه من كل حاجه تمن، وفي حاجات كانت موجوده عندي ما جبتش. ده كده حبايب قلبي، دي جنزبيل بودره، دي الجنزبيل البودره، ودي كمان الزعتر، ودي بهارات الفراخ، ما رضيتش اجيب الا لما دي تخلص. دي بهارات لحمه، قصدي السبع بهارات. ودي كمان بهارات الفراخ زي ما انتم شايفين برده بتبقى فيها خلطه حلوه قوي. ودي الكمون الخام، وديت الثوم بودر، ودي البابريكا، ودي الحبهان، ودوت الكمون او الدقه بتاعتنا، وكمان دوت الفلفل الاسود اللي احنا عملناه، وديت هنا حاطه هنا القرفه، وحاطه جوز الطيب تمام زي ما انتم شايفين اهو، وحاطه الثوم البودر. كان عندي لومي، عندي كميه حلوه اهيت فما جبتش، قلت لما ده يخلص. وكمان عندي قرفه ناعمه برده، قلت لما تخلص. ودي عندي ايه، دي جوز الطيب مطحونه، دولت ب 10 جنيه. وهنا الشطه، وهنا بهارات فراخ برده تانيه كانت عندي ما رميتش حاجه. ودي قرنفل حب، وكمان دوت كركم. ومعايا هنا كبابه صيني مطحونه، وديت العصفر عشان برضو عايزين نعمل ليمون معصفر، والكزبره الناشفه، ودي بودره الزعفران، ودي كزبره ناشفه برضو، ودي كمان اللورة والزهره. وديت معايا دي خلطه بقى ايه، هنعمل مناقيش كده فلسطينيه او لبنانيه، نعمل مناقيش ان شاء الله. فدي خلطه الزعتر بالسمسم اللي هي بتاعت المناقيش، دي كانت جايه لي هديه برضو. ربنا يبارك لي يا رب في كل الناس حبايب قلبي اللي بيفتكروا زيي بالحاجات الحلوه الجميله ديت. وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين. دي كمان فيديو البهارات هعينها بقى في مكانها، ولازم البهارات تجيبيها تكوني حطاها في مكان ضلمه وتقفلي عليه. المكان الضلمه ما يوصلهاش ضوء، بتحافظ لك على البهارات بتاعتك حلوه وجميله، وكمان ريحتها فيها. ونصيحه برده ما تكتريش بهارات بكميه كبيره، الريحه بتاعتها تروح. لا، هاتي حاجات بسيطه تخلص، وهاتي جديد تخلص، وهاتي جديد. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب ينور رضاك، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.